محمد صلاح هو سبب رئيسي في انهيار ليفربول. هو انت كمشجع غلبان غبي بتفهم؟ لا ما تفهم. هو ارن سلوت طبعا عنده القرعه دي، عايز يمشي على نظام بيب جوارديولا ان انا بقى نجم الفريق عندي لما يبقى عندي مشاكل. هو اللي بيفهم. يعني انت عايز تقنعني مثلا ان مش خط الدفاع الكارثي وجوز الخيول اللي ورا اللي دايما كل ماتش فيه اخطاء هم السبب؟ يعني مش فيرجي فان دايك اللي بيباص الكره للخصم هو السبب؟ لا طبعا مش هو السبب، محمد صلاح السبب. يا عم كوناتيه اخطائه كتيره وبقى بطيء وضعيف في الالتحامات، وكل حتى الميزه الكره العاليه بتاعته اللي هو متميز فيها وبيغلط فيها، مش هو السبب؟ لا طبعا مش هو السبب، محمد صلاح السبب. يا عم فريمبونج اللي انت جايبه الباك اليمين الاساسي بتاعك اللي بقاله من ساعه ما جه ما لعبش غير ماتش واحد الباقي مصاب، مش هو السبب؟ لا محمد صلاح السبب. يا عم كيريكيز اللي انت المفروض عملت ابجريد للباك الشمال بتاعك اللي ما بيلعبش، ولو لعب بيقدم ما بيقدمش لا اضافه هجوميه ولا دفاعيه، مش هو السبب؟ لا محمد صلاح السبب. صح؟ لو دخلت جوه دماغ مدرب ليفربول ارني سلوت تعرف ان محمد صلاح السبب. يا عم مش فلوريان فيرتز مثلا اللي انت جايبه ب 130 مليون يورو، مش هو السبب لما بواصل منظومه الخط النص بتاعتك كلها؟ مش هو السبب بسببه؟ لا طبعا مش فيرتز السبب. يا عم انت فيرتز ده بوظت بسببه اقوى منظومه عندك في نص الملعب السنه اللي فاتت، واقوى منظومه في البريمير ليج السنه اللي فاتت الثلاثي بتاع نص الملعب. انت لما دخلت عليهم فيرتز مره واحده فانت السبب؟ مش انت السبب في كده؟ لا مش انت السبب ولا انا السبب، امال مين السبب؟ محمد صلاح السبب. يا عم ازاي ده انت مش جايبه ب 150 مليون يورو وجاي لك مصاب وما لعبش غير ماتشين ثلاثه ورا بعض وما بيقدملكش اي اضافه، مش هو السبب؟ لا مش هو السبب، محمد صلاح السبب. يا عم واحد زي كيتيكي انت كان مولع معاك في بدايه الموسم، والراجل اول ما جه طلع قماش على طول، وبعد كده قعدته عشان تلعب المهاجم اللي انت جايبه ب 150 مليون يورو عشان تثبت للناس ان انت صح، مش هو السبب؟ لا مش هو السبب، محمد صلاح السبب. صح؟ نفسي بقى اخش جوه دماغ ارني سلوت واعرف اللي بيفكر في ايه. يعني انت فريقك مهلهل دفاعيا، خط النص مش واقف على حيله، الهجوم ميت، مفيش لاعب فيهم بيعرف يدي. جاكبو ده لاعب من غير غلط في حد. ايزاك لاعب زجاجي. بص محدش في الكوكب هيعرف يقل من قيمه ولا جوده لاعب زي ايزاك. لسه ما ادكش يا معلم. ما هي مش عافيه. انت على ما تفرض ايزاك وايكيتيكي على الفريق، على ما تفرض ايزاك وفيرتس على الفريق، انت فريقك هيكون هبط، هيكون بينافس على الهبوط. انت كده انسى التوب فور السنه دي. انت من النظام بتاعك ده على ارضك وسط جمهورك مع ساندرلاند اللي لسه صاعد جديد للدوري البريمير ليج، انت مش عارف تكسب. عارف ليه مش عارف تكسب؟ عشان انت ما عندكش عدل في فريقك، عشان انت الدفاع بتاعك انت شايفه كارثي ولسه بتصمم تتلاعب واحد زي جو جوميز. يا راجل جو جوميز ده بقى له 10 سنين في ليفربول ما عملش مساهمه تهديفيه واحده. طب هل مثلا بقى هو قوي دفاعيا اللي بيسد فمش محتاجه بهجوم؟ لا خالص برضه، خالص. فانت ما عندكش في فريقك منظومه، لا دفاعيه ولا خط نص ولا هجوم. بس مين بقى السبب؟ محمد صلاح السبب. هو انا لما اجي عند النجم واحط عليه الدنيا هتحلو من حوالي. بص انا ما قلتلكش محمد صلاح من اول موسم نجم، لا خالص. محمد صلاح هو برضو اداؤه كارثي السنه دي، بس هل هو السبب في انهيار ليفربول؟ لا مش هو السبب. السبب المدرب اللي قاعد بره. السبب المدرب اللي زي ما قلت لك اللي هو دخل واحد زي فيرتس عشان جايبه 120 130 مليون يورو. انا عايز اثبت يا جماعه ان انا صح واختياري صح وجبت احسن موهبه في العالم في نص الملعب. يا معلم رتم الدوري الالماني غير رتم الدوري الانجليزي. ريتم الدوري الالماني واحد زي فيرتز كان بيستلم الكوره بيلاقي مساحه ثانيه واثنين وثلاثه يفكر فيها ويلعب الكوره براحته. في الدوري الانجليزي هو عالم بيستلم الكوره في الثانيه الاولى اللي بيستلم فيها الكوره بيلاقي ثلاثه اربعه ضاغطين عليه. فعادي هو كويس، هو موهبه كويسه جدا، ما حدش يقدر يغلق كده. بس واحده واحده يدخل في المنظومه واحده واحده لحد ما يبدا يطلع قماش. يا معلم انت لحد دلوقتي مش عارف الموقع ولا المركز اللي بيلعب فيه فيرتز اصلا. هو لو بيلعب جناح يمين لما محمد صلاح ما كانش بيلعب؟ طب هل بيلعب جناح شمال مكان جاكبو؟ طب هل بيلعب مهاجم تاني؟ طب هل بيلعب نص الملعب اصلا؟ هو ما بيلعبش في اي حاجه من ثلاثه. هو بيلعب اللاعب الحر الطليق، اجري يا معلم وزي ما تعرف تعمل اعمل. مفيش. خلاص ايزاك هو من احسن مهاجمين البريمير ليج في اخر 10 سنين. يعني ممكن يكون من احسن ثلاثه كان هالاند وهاري كين وايزاك. مش هيديك مره واحده. هو كان بيلعب في منظومه نيوكاسل عكس خالص منظومه ليفربول. منظومه نيوكاسل بتعتمد على القوه والضرب والصلابه وان انا هتحول من الدفاع للهجوم بسرعه والهجمات المرتده. واذا كان بيجي اصلا ما كانش بيلعب مهاجم، هو كان بيجي دايما من المهاجم الثاني اللي هو كان بيجي من الجناح الشمال ويخضم لجوه. ما كانش بيلعب جناح شمال صريح، بس كان بيجي من الجناح الشمال في التحرك بتاعه ويضم لجوه. انت غيرت المنظومه عليه، هو مش راكب على المنظومه بتاعتك. واحد زي ايكيتيكي هو اللي كان راكب على المنظومه بتاعتك. عملت انت ايه وما راكب المنظومه بتاعتك؟ لا يا حبيبي انت كده بدات تتاقلم، بدات تجيب اجوان، بدات تبقى ليك شنه ورنه. طب واللاعب اللي احنا جايبينه ب 150 مليون حضرتك انت جايب ايكيتيكي ده ب 90 مليون برضه. انت مش جايب ايكيتيكي ده ب 30 مليون فهتقعد دكه، ولا ب 12 13 مليون فهتقعد دكه.
نفسي اعرف ليه، ايه سبب عند اداره ليفربول لحد دلوقتي في انها تتمسك بواحد زي ارن سلوت؟ عمل ايه السنه دي؟ انت في دوري الابطال ممكن ما تصعدش بالنظام بتاعك ده، ماتشين كمان لو خسرتهم مش هتصعد، مش هتصعد من الاوائل، مش هتصعد من اول 8. طب ايه؟ ساندرلاند سبقك في الدوري، مانشستر يونايتد بكل اداء وكارثه سبقك في الدوري، ارسنال ركب وشرخ، مانشستر سيتي اللي دايما بنقول ان هو واقع وبقاله سنتين احلال وتجديد سبقك في الدوري وبيكسب. بص هو كده كده ارن سلوت سلم الدوري على طبق من ذهب لكل المنافسين اللي فوق، يا جماعه انتوا نفسوا وانا هفضل زي ما انا محلك سر. طب التوب فور عشان تلعب دوري ابطال السنه الجايه بيجازف بيه. انت عندك واحد زي محمد صلاح في اسوأ احواله ممكن في نص فرصه يجيب لك جون، ممكن من نص فرصه يصنع لك هدف، ممكن من نص فرصه ياخد لك ضربه جزاء. السنه اللي فاتت محمد صلاح جايب له 29 هدف او 18 اسيست، واحد بس مساهم في حوالي 50 هدف في الدوري بس. يبقى ايه المقابل؟ ان انا هو لو مر بفتره مش كويسه فيها الفريق، لما هو كان الفريق كله السنه اللي فاتت ماشي فتره حلوه تجديد ورحيل مدرب ووجود مدرب جديد، فمحمد صلاح شايل الفريق على كتفه وجري بيه. انا بقى مطالب الفريق ان هو لما اللاعب النجم بتاعي يكون واقع انا اسنده، انا ادعمه، مش قاعدوا على الدكه الماتشين على التوالي. وقبلها من 3 4 ماتشات برضه في دوري الابطال قعدوا على الدكه. مش كده خالص في دار النجوم. ليس هكذا يا عم ارن سلوت في دار النجوم. ليس هكذا يا عم ارن سلوت يدار فريق زي نادي ليفربول. حبيبي افهم، هو مش كل اقرع هيبقى بيب جوارديولا. بيب جوارديولا لما بيقعد لعيبه على الدكه هو عارف هو بيقعده امتى وبيقعده ليه وبيقعد مين. كيفن دي بروينا كان في اقل اداءاته بس عشان هو نجم الفريق اللي ممكن يديني كوره في نص سنتي، كوره في اقل من دقيقه هيخلص لي بيها ماتش وما كانش يبقى على الدكه. كيفن دي بروين ما كانش بيبقى قادر يجري في الملعب بس هو عارف بيب جوارديولا ان انا لو قعدت على الدكه انا ما عنديش حد يصنع لي الفارق. صح؟ انت عندك مين في الخط الهجومي بيصنع الفارق؟ يا راجل ده اكتر واحد بيصنع الفارق في الناس لما بينزل هو كيزا وانت مهمشه. ما ضفتوش معاك في قائمه دوري الابطال بتلعبوا دايما اخر 5 دقائق في 3 4 5 ماتشات، يعني 3 4 ماتشات ما تلعبوش وتلعبوا ماتش اخر 5 دقائق ينزل يعمل لك الفارق، يصنع لك الفارق، تقعدوا بعدين الماتش الجاي على الدكه وما تنزلوش وما تلعبوش خالص. يعني الراجل النهارده نازل في اخر 5 دقائق شايل لك كوره مع خط الجون. يعني معنى كده ان هو راجل بيبقى عايش اجواء المباراه، راجل عنده اللي يديه، راجل بيعافر وبيفحر في الصخر عشان يلعب. ما تلعبه. طب انت شايف ايه في جاكبو احلى من كيزا مثلا؟ يعني شايف ايه في جاكبو اعلى من كيزا؟ شايف ايه في فيرتس بيقدمه في لعب اعلى من كيزا؟ تبقى فيرتس جاب جول النهارده يا عمي عامله ريفليكشن وداخله جون، لو اللاعب بتاع سان ما لمسهاش كانت طالعه بره. فلوريان فيرتس من افضل لعيبه نص الملعب في العالم بس لسه الدوري الانجليزي تقيل عليه. بسيطه نقطه من اول السطر. صح؟ انا ليه بقى افضل اعاند وكابر واستنى بقى النهارده احمد يوسف جو يطلع يصيح ويبص في صوره يورجن كلوب بيقول له من ايامك يا جدي؟ لا، العيب في المدرب. العيب في المدرب اللي مش عارف يدور منظومه. المدرب السنه اللي فاتت خد الدوري علشان ليفربول ما كانش عنده نجم غير محمد صلاح، فهو كان داير محمد صلاح اتفقوا مع بعض انت مش هترجع تدافع بس هات لي الدوري. بس دي لما النجوم كترت في الفريق هو مش عارف يديرهم، هو خايف يقعد ايزاك. طب ما هو ايزاك ما بيدكش، طب ما هو اكيتيكي بيعافر عنه، اكيتيكي بيحتحم عنه. خلاص دخل ايزاك واحده واحده على المنظومه يا عم، لعب الاثنين وخلي ايزاك هو اللي يبقى المهاجم الثاني ويجي زي ما كان بيجي مع نيوكاسل. بتثبت ايه في دماغك عايز تثبته للناس؟ فريقك خارج التوب فور، فريقك خارج التوب 10، فريقك هينافس على الهبوط شويه شويه. نفس اللي حصل مع توتنهام ومانشستر يونايتد السنه اللي فاتت هيحصل مع ليفربول السنه دي. هنلاقيه في المركز 17 في الدوري. يا جماعه ليفربول كان في اسوأ احواله، كان اي فريق بيروح ما عنده على الانفيلد كان عارف انه رايح جحيم. السنه دي اي فريق بيروح الانفيلد هو عارف ان انا هخش بص كعبي هيبقى على ليفربول، هكمل وهجيب نقط. وبص اقول لك على حاجه، انا ممكن اطلع بنقطه منها بسهوله باقل حاجه نقطه. صح؟ النهارده فان دايك بيعمل موسم من اسوأ المواسم. انا مش فاكر ماتش خرج لفان دايك من غير ما يعمل كارثه، مش فاكر ماتش خرج لكوناتيك من غير ما يعمل كارثه. فان دايك النهارده بيباص الكوره لطائي اللاعب المغربي اللي جابها جون، بصا لاعب ساندرلاند لعبها لطائي جابها جون. واليسون بيديك ماتش و3 4 لا و10 مصاب. كل الناس دي، كل المنظومه دي العيب مش فيها؟ لا، العيب في محمد صلاح. عشان انت جمهور ما بتفهمش، انا راجل مدرب اقرع بفهم. هارد لك لكل جمهور ليفربول الصراحه، انا مش عارف اقول لكم ايه، بس انتوا معاكم مدرب الله يعينكم عليه. ويا ترى بقى الاداره تفضل تدعمه
طفش واحد زي محمد صلاح ونجم الفريق في اخر 10 سنين، ده اللي هنشوفه الايام اللي جايه. سلام.